هو ليه اصلا شركات الادفرتايزنج او شركات الدعايه بتروح تدفع فلوس كتير جدا للانفلونسر علشان يقدر هو يجيب لهم ترافيك للبيزنس بتاعهم؟ اولا الانفلونسر ده هو سبقك بخطوه بسبب حاجه واحده وحاجه بسيطه جدا، ان هو قرر انه يعمل كونتنت باستمرار ايا كان بقى بدأ ازاي وكمل ازاي. المهم ان هو في الاخر عمل حاجه انت ما قدرتش تعملها، والحاجه دي خلته عنده مجموعه من الناس او جمهور معين، والجمهور ده هو بيقدر يأثر فيهم. فبالتالي البيزنس اونرز او الشركات بتلجأ ان هي تروح مثلا تدي ارقام وفلوس كتير جدا للانفلونسر ده علشان هو يقدر يعمل لهم تأثير في البيزنس بتاعه. طب انت اصلا لو جيت بصيت للموضوع لوجيك كده، هتلاقي ان انت لو عملت زيه بس بدل ما بتأثر للناس عشان تخليهم يشتروا حاجة لحد تاني، انت ممكن تعمل ده لنفسك. يعني انت مش محتاج ان انت تروح تدفع فلوس كتير لانفلونسر علشان يعمل لك تأثير لحظي، على قد ما انت محتاج ان انت تستثمر في الكونتنت بتاعك على المدى البعيد. لان الانفلونسر لما بيقعد يعمل ده في سنه واثنين وثلاثه واربعه بيوصل لمرحله ان اصلا الناس لما هو بيقول لهم انا معجب بالمنتج ده او عايز اشتري الحاجه دي هم بيسمعوا كلامه. فبالتالي انت بالمنطق لو عملت ده للبيزنس بتاعك وبنيته في سنين، هيبقى عندك بيز من الناس. بس بدل ما انت هتروح تقول لهم اشتروا المنتج ده او جربوا المنتج ده، انت هتقول لهم ان ده المنتج بتاعنا. فبالتالي الموضوع موضوع كونتنت. الانفلونسر هو اللي بيخليه انفلونسر اصلا ايه؟ ان هو بالكونتنت بتاعه قدر يأثر في مجموعه من الناس. وانت مش محتاج في البيزنس بتاعك غير ان انت تحاول تأثر في مجموعة من الناس اللي هم انت في الاخر بتستهدفهم بالبرودكت او السيرفيس بتاعتك.